السلام عليكم. وصفة النهاردة بلجأ ليها لما بكون مستعجلة وعايزة أعمل أكلة كده حلوة وسريعة ما تاخدش مني أي وقت خالص. وصفة النهاردة عن كفتة داوود باشا، هنعملها مع بعض بطريقة سهلة جدا. هي بتتحضر بأكتر من طريقة، بس الطريقة دي هي المفضلة بالنسبة لي والأسهل يعني. يلا بينا نبدأ ونسمي بسم الله. هنستخدم الكبة وهنحط فيها بصلة كبيرة متقطعة، وهننزل عليهم بالفلفل. انا استخدمت قرنين فلفل رومي وفلفل حراق، لو حابين ان انتوا تستغنوا عنه تمام. وبنضيف عليهم فصين من الثوم. انا حطيت الثوم هنا مهروس علشان مش حابة ان الثوم يكون باين اكتر، لا انا حبيت احطه مهروس واضربه كمان مع الفلفل والبصل. بعد ما ضربت البصل والفلفل في الكبة لوحدهم الاول علشان يتفرموا ناعم وينزلوا ميتهم، ودي من اسرار طراوة الكفتة وانها تفضل جوسي وما تنشفش معانا. بعد ما اتضربوا مع بعض كويس ببدأ انزل عليهم بقى نص كيلو من اللحمة المفرومة. وهنا بقى يجي دور التوابل. هنضيف نص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود والكمون والكزبرة، ولو في توابل لحمة هنضيف برضو نص معلقة، ومعلقة صغيرة من الملح، ومعلقتين كبار بقسماط، واديهم ضربتين اتنين كده مع بعض. وهنا بقى هقولكم على سر بيخلي الكفتة ما تفكش ابدا منكم وتطلع متماسكة وطرية. معلقتين البقسماط اللي احنا ضفناهم دول السر اللي بيخلي الكفتة معاكم متماسكة وفي نفس الوقت طرية. البقسماطي العادي اللي احنا بنستخدمه للبانيه عادي جدا بنضيف بس منه معلقتين، وهي دي الحاجة فعلا اللي بتفرق معاكم. عايزاكم تجربوها وهتدعولي. بنحط اللحمة بقى في طبق خارجي، ودلوقتي هنبدأ نكور الكفتة بالشكل ده. هناخد جزء صغير من اللحمة المفرومة ونشكله على شكل كورة. اهم حاجة واحنا بنشكل الكفتة نضغط عليها شوية علشان ما تفكش في التسوية. انا بحب اعملها كور صغيرة كده علشان تستوي بسرعة وتكون طرية من جوه. في طاسة على النار هنضيف معلقة زيت ومعلقة كبيرة من السمنة. بعد ما الزيت يسخن نبدأ ننزل الكفتة كده. اول ما بننزل الكفتة في الزيت السخن ما نقلبهاش خالص غير لما تتحمر من تحت الاول علشان ما تفكش وتفضل محتفظة بشكلها. يعني نسيب الكفتة تاخد راحتها خالص في الزيت وما نقلبهاش على طول علشان ما تفكش منك. اول بقى ما تلاقيها اتحمرت من تحت ساعتها تقلبيها براحتك. ولازم الزيت يكون سخن، لان الزيت لو مش سخن الكفتة هتشرب زيت وهتطلع طرية ومش هتاخد لون حلو. وبرضو لو حطيتي كفتة كتير مرة واحدة حرارة الزيت هتنزل والكفتة مش هتتحمر صح. بعد ما خلصت تحمير كمية الكفتة اللي عندي هيتبقى زيت. الزيت ده هبدأ احط فيه فصين توم مهروسين وهقلبهم كده لحد ما يتحمروا. بعد ما التوم اتحمر وبدأ يطلع ريحته هنزل عليه بالصلصة. انا فرمت من 3 ل 4 حبات كده من الطماطم وضفت عليهم كوباية من المية وضربتهم كويس في الخلاط، وده هيخلي الصلصة خفيفة وتستوي اسرع معايا. لو عايز الصلصة تبقى تقيلة شوية معاكي يضيف نص كوباية مية، لان المية بتساعد ان الصلصة تتسبك كويس جدا من غير ما تلزق او تتحرق، خصوصا لو الطماطم تقيلة. هنضيف معلقة صغيرة من الملح ونص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود ونص معلقة صغيرة من الكمون. الملح حسب رغبتكم، ممكن تزودوا ممكن تقللوا براحتكم خالص. وبنقلب كده الصلصة ونسيبها تتسبك براحتها خالص. هنسيب الصلصة تتسبك على نار متوسطة. هتعرفوا ان الصلصة اتسبكت لما تلاقوها تقيلة وكمية الصلصة قلت شوية. طبعا مدة تسبيك الصلصة بتعتمد على كمية الطماطم اللي انتوا حاطينها، بس عموما يعني لو كمية صغيرة هتقعد من 10 ل15 دقيقة على نار متوسطة. بعد ما الصلصة اتسبكت وبقت تمام هنزل عليها بالكفتة اللي كنا محمرينها، وهنسيبهم ياخدوا مع بعض غلوة علشان الكفتة تشرب من طعم الصلصة. في الوقت اللي كانت الكفتة بتتشرب فيه الصلصة كنت بسلق المكرونة في مية مغلية فيها رشة ملح ومعلقة زيت علشان ما تلزقش معانا. وانتوا بتسلقوا المكرونة خلوها نص سوا علشان تكمل التسوية في قلب الكفتة والصلصة. وبعد ما الكفتة خدت غلوة حلوة كده في الصلصة ضفت عليهم المكرونة المسلوقة وقلبتهم مع بعض شوية وبنغطيهم يكملوا سوا مع بعض أول ما المكرونة تستوي. وكده الأكلة جاهزة معانا وطعمها بجد تحفة يا جماعة. وكده نكون خلصنا وصفتنا كفتة بالصلصة مع المكرونة. طعمها خطير وريحتها تشهي وبتتحضر بكل سهولة.
يا رب تكون عجبتكم، ولو جربتوها قولولي رأيكم في الكومنتات، وما تنسوش تعملوا لايك واشتراك للقناة علشان يوصلكوا كل فيديو جديد. واستنوني في وصفات جديدة سهلة وطعمها يجنن. ومع السلامة يا حلوين، اشوفكم في وصفة جديدة.